ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنعمل مع بعض كده ديك شمرت وصوص كده حلو. بس هنعمله بطريقه حلوه قوي قوي غير المعتاده يعني. سيبكم انتوا بقى من ان احنا بنغسله ونشوحه في حته سمنه ونسلقه. لا لا لا، احنا نعمل تتبيله تحفه ليه الاول. فعلا هتاكلي اللحمه بتاعته اكنك بتاكلي ديك رومي، والله بجد بدون مبالغه. طعمها حلو قوي يعني، انا من الناس اللي مش بتاكل الصدر ابدا. عايزه اقول لكم اكلت الصدر ده يعني باحترافيه. شوفوا جمال تتبيله تحفه. تعالوا كده نشوف مع بعض الديك القمر ده عملناه ازاي. وان شاء الله الفيديو الجاي هنعمل لسان عصفور، او حشوه الفراخ بلسان عصفور. المهم تعالوا بقى نعمل مع بعض كده اهو. تتبيله الديك غسلته كويس جدا بليمون وملح ودقيق، وبعد كده بغسله بطحينة وجنزبيل. مش عارفة انتوا كلكم بتعملوا كده ولا لأ، بس دي طريقتي في الغسيل، مش بغسله أبدا بالخل. تمام كده. معايا بصلاية مبشورة وطماطماية مبشورة وملح وفلفل اسود، ورشة كده بسيطة خالص من بهار الفراخ، او ممكن لو مش عندك مفيش مشكلة. تمام كده. وبعد كده بقلبهم مع بعض وببدأ ان انا ادعك كده الديك من جلده كده بالبصل والطماطم المتبل ده، ومن جوه كده ومن بره. تمام كده زي الفل. حله بقى فيها معلقه كبيره من السمنه الفلاحي، ما تستخدموش ابدا زيت يا جماعه في سلق لحمه او في فراخ. استخدموا سمنه فلاحي او سمنه بلدي او زبده بلدي. بدأت بقى ان انا اشوح كده الديك القمر ده، ونزلت عليه بالملح والفلفل الاسود وحبهان ورق لوري وبصل وطماطم. ايوه، مش بضيف اكتر من كده ولا اقل من كده. دي طريقه معتاده كده عندي لسلق الديك. اهم حاجه في وصفتنا النهارده ان احنا نتبل كويس جدا بالبصل والطماطم المبشورين وعليهم الملح والفلفل. الجلد بتاع الديك من جوه كده. المهم بديله صدمه كده وتشويحه حلوه. وبعد كده بقى يعني عايزه اقول لكم بياخدش نص ساعه ويكون مستوي معايا وزي الفل. طبعا بنزود له ميه اكيد يعني عشان يعمل معانا احلى شوربه. نعمل بقى بيها شوربه لسان عصفور، شوربه خضار، ملوخيه، بتبقى حلوه قوي قوي. طيب دلوقتي بقى حته سمنه كده، وهنحمر فيها الديك القمر ده على النار بدون اي حاجه. هي حته سمنه وكان الله بيستر علينا، واحنا مكتفينه بقى تكتيفه حلوه كده. وقدمناه مع لسان عصفور وبقى اي نوع خضار بقى انتوا عايزينه. المهم تعالوا بقى اوريكم كده اللحمه بتاع الديك القمر ده من جوه. شايفين؟ بصوا تتبيله تحفه. عارفين انتوا لما بتاكلوا في فرح مثلا تتبيلة فراخ كده عند الطباخ، او نفس الطعم ده بالظبط، والله فعلا بدون اي مبالغة. جربوا بس انتوا تعملوه بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم جدا.